من النظام الجديد إلى معايير التأهل والملاعب، نقدم لكم شرحاً كاملاً لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025. ينطلق مونديال في الولايات المتحدة يوم السبت بمشاركة 32 فريقاً يتنافسون على اللقب في نسخة موسعة جديدة من البطولة القارية للأندية. ما كأس العالم للأندية؟ حتى عام 2023 كانت بطولة كأس العالم للأندية تقام سنوياً في ديسمبر كانون الأول، وكانت المشاركة مقتصرة على الفائزين ببطولات الأندية القارية، وعددهم يتراوح بين 6 إلى 8 أندية. ابتداء من 2025 وسع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا البطولة إلى 32 فريقاً، وقرر إقامة النسخة المعدلة كل 4 سنوات على غرار كأس العالم. تم استبدال كأس العالم للأندية القديم ببطولة جديدة تحت اسم كأس الاتحاد الدولي للأندية في ديسمبر كانون الأول 2024، وفاز ريال مدريد بأولى نسخها التي أقيمت في قطر. نظام كأس العالم للأندية الجديد. تاريخياً لم يتجاوز عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 8 فرق، لكن نسخة 2025 مختلفة تماماً. ستكون نسخة هذا العام على الأراضي الأمريكية هي الأولى في تاريخ البطولة التي تضم 32 نادياً، وهو نفس عدد الفرق في كأس العالم الأخيرة، ويشمل ذلك أبطال البطولات القارية الأربع السابقة. سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور 16 وتنتهي بالنهائي. قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباريات مونديال الأندية: أولاً قنوات MBC، ثانياً منصة ديزن دازون، ثالثاً TF1. متى تقام كأس العالم للأندية؟ تبدأ المباريات في 14 من حزيران الجاري، وإليكم جدول البطولة. مرحلة المجموعات من 14 إلى 26 من حزيران. الدور الثمن النهائي من 28 حزيران إلى الأول من تموز. الربع نهائي 4 و5 من يوليو. النصف النهائي 8 و9 من يوليو. النهائي 13 من يوليو. ما الفرق المشاركة بمونديال الأندية؟ سيحظى عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة بفرصة مشاهدة بعض أشهر الأندية، بما في ذلك ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي 10 مرات، وإنتر ميلان الإيطالي. تم تحديد الفرق المتأهلة من خلال الفائزين ببطولات الأندية القارية مثل دوري الأبطال، بالإضافة إلى تصنيفات الاتحادات القارية للأندية على مدى 4 سنوات. خارج أوروبا يشارك نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي بعد حصوله على مكان مثير للجدل كممثل للدولة المضيفة، حيث فاز إنتر ميامي بجائزة درع الدعم لأفضل فريق في الدوري المنتظم. ومن بين ال 32 فريقا تمثل أوروبا يوفا بعدد أكبر من الفرق ب12 فريقا، تليها أمريكا الجنوبية كوميبول ب6 فرق، وآسيا AFC، وإفريقيا كاف، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكا كاف ب4 فرق لكل منهم. يمثل أوقيانوسيا فريق واحد، بينما تم تخصيص المقعد الأخير لممثل الدولة المضيفة إنتر ميامي. تأهل نادي ليون المكسيكي بعد فوزه بكأس أبطال كونكاكاف 2023، لكنه أزل من البطولة بسبب مخالفة قواعد الملكية المتعددة للأندية، حيث أكد الفيفا إن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين لم يستوفيا لوائح الملكية المتعددة، مع بقاء مكان باتشوكا دون تغيير. بعد رفض محكمة التحكيم الرياضي استئناف ليون، أكد الفيفا إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس FC ونادي أمريكا المكسيكي، فاز بها لوس أنجلوس FC. مجموعات مونديال الأندية. المجموعة ألف: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي. المجموعة باء: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوغو، سياتل ساوندرز. المجموعة جيم: بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا. المجموعة دال: فلامينغو، النادي الرياضي التونسي، تشيلسي، لوس أنجلوس FC. المجموعة هاء: ريفر بليت، أوراوا ريد دايموندز، مونتيري، إنتر ميلان. المجموعة واو: فلومينينسي، بروسيا دورتموند، أولسان هويونداي، ماميلودي سان داونز. المجموعة زين: مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس. المجموعة حاء: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورغ. أين تقام مباريات كأس العالم للأندية؟ تقام 63 مباراة في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة.
ستقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي في ملعب هارد روك في ميامي الذي يتسع ل65 ألف متفرج. سيستضيف ملعب ميت لايف مقر فريقي نيويورك جاينتس وجيتس في دوري الكرة الأمريكية NFL مباراتي نصف النهائي والنهائي، ويتسع الملعب ل82,500 متفرج، كما تم اختياره لاستضافة نهائي كأس العالم 2026. يعد ملعب روز بول في قصدينا المعروف باستضافته مباريات كرة القدم الأمريكية الجامعية أكبر الملاعب بسعة 88,500 متفرج، وهو مشهور باستضافة فعاليات كبرى، حيث استضاف نهائي كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 1984 ونهائي كأس العالم قبل عقد من الزمن، وسيكون أحد ملاعب دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ملاعب مونديال الأندية: ملعب ميت لايف إيست روذرفورد نيوجيرسي، ملعب هارد روك ميامي فلوريدا، ملعب مرسيدس بنز أتلانتا جورجيا، ملعب لومين فيلد سياتل، ملعب بنك أوف أمريكا شارلوت نورث أفولاينا، ملعب TQL سنسيناتي، ملعب روز بول لوس أنجلوس كاليفورنيا، ملعب جيوديس بارك ناشفيل تينيسي، ملعب كامبينج وورد أورلاندو، ملعب إنتر إنكو أورلاندو، ملعب لينكولن فاينانشال فيلد فيلادلفيا بنسلفانيا، ملعب أودي فيلد واشنطن DC.